السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نشارك معكم هاد الكيكه ديال الشوفان اللي كتجي زوينه بزاف بزاف وبنينه ومعلكه. ناخدو 3 ديال البيضات، عندي باكيه ونص ديال الخميره الحلويات، كاس صغير ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، 2 كيسان ديال الشوفان مطحون، داك الشوفان اللي كيكون بحال الورقه كنطحنوه. وعندي هنا كاس ديال الحليب سخون فزقت فيه تقريبا كمشه ديال التمر. وعندي هنا كاس ديال الماء درت فيه 2 ديال المعالق ديال بودرة الكاكاو النوع الممتاز. وهنا عندي المول دهنته بالزيت ورشيته ببودرة الكاكاو. صافي غنبداو بسم الله، غندير داك البيض وغنزيد كاع العناصر كاملين. شويه ديال الملحه كما قلت لكم، داك الكاس اللي فيه بودرة الكاكاو كندير الماء سخون في الكاس، كنزيد عليه 2 معالق ديال بودرة الكاكاو، كنخليه حتى يبرد. وحتى داك الحليب مع التمر كيخصو يكون بارد، كنديرو الحليب سخون كنديرو فيه التمر ها هو صافي. وكنزيدو كنخليوه حتى كيبرد. غنزيد ديك بودرة الكاكاو مع الماء، راهم باردين دابا. صافي غادي نخلط مزيان وغنزيد داك الشوفان وغنزيد الخميره، غنزيد كلشي. يعني راه ساهله ودغيا كتوجد وما فيهاش بزاف ديال المواد. صافي انا دابا زدت الشوفان، غنزيد الخميره، غادي نخلط دابا مزيان وغادي نخليه يشرب شويه حيت كنعرفوا الشوفان كيتنفخ. غادي نخليه يشرب صافي. صافي دابا انا درتو في المول، دابا راه شعلت الفران، سخن الفران مزيان. غادي نخليه نص ساعه، ملي كندخلوها كنحسبوا ليها نص ساعه لان الشوفان دغيا كيطيب. صافي درت ليها الشوفان من الفوق، وها هي كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد ما كطيب كندهنها بالعسل من الفوق وكتجي زوينه ومعلكه. ها هي. واللي ما بغاش يدير السكر ما يديروش لان فيها التمر. هانتوما كتجي زوينه بزاف. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش ديروا لي لايك وبارطاجيو مع صحابكم ومع العائله. والله يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.